السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع جزار مصر. الفيديو دوت شراكة بيني وبين الدكتورة مروة منصور إن شاء الله. هنتكلم فيه عن مشاكل مشروع النعام حاليا وأسباب خسارته اللي تحولت من مكاسب بمئات الآلاف قد تصل إلى ملايين إلى الخسارات الرهيبة دلوقتي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اولا احنا طبعا يعني في فيديوهات قديمه لدراسه الجدوى. اركن الارقام على جنب، الارقام متغيره كده كده. احنا قلنا الكتكوت سعره او مش سعره، عفوا، بنجيبه عمر اسبوع او اسبوعين او شهر ايا يعني كان العمر اللي هنجيبه، كل طبعا عمر ليه سعر. وبياكل في الدوره بتاعته حوالي 400 كيلو علف لحد ما يوصل وزن 100 كيلو في عمر 10 شهور. افريج 100 كيلو، ممكن يزيد 10 يقل 10 يزيد 20 يقل 20. احنا ونصيبنا في معامل التحويل بتاعه ومعدل التحويل بتاعه. ممكن في اقل من 10 شهور، ممكن في اكتر من 10 شهور. موضوع متوسطات يعني يعني ده ابحاث عملت على عدد كبير من النعام طلعت الارقام دي. وقلنا ان هو بيتباع، كان قديما يعني بيتباع كيلو 80 جنيه، وكان كيلو العلف ساعتها ب 6 جنيه، فكان الموضوع مربح. دلوقتي حصلت مشكله كبيره جدا في السوق بعد ازمه روسيا واوكرانيا وازمه الدولار والكلام ده كله، فتحول سعر العلف الى 15 جنيه الكيلو، اي ما يعادل تقريبا 3 اضعاف السعر القديم. لو كان 6 جنيه تقريبا وكان او 5 وشويه كمان، تحول دلوقتي الى 15 جنيه. وعلى فكره 15 جنيه ده يعني يعني كده مش غالي بالنسبه للناس اللي بتعمل علف نضيف. ممكن يكون اكتر من كده، لان الصويا يعني كنت سمعت انها عدت 25 جنيه والذره 17 جنيه. فدي مكونات رئيسيه في العلف. والبرسيم الحجازي اللي كان رخيص سمعت انه وصل 6 جنيه و7 جنيه هو كمان. المهم هو البرسيم الحجازي والذره يمثلوا اغلبيه العلف يعني، والصويا هي الباقي. وطبعا في باقي اضافات بقى اللي هي البرمكسات، املاح معدنيه، فيتامينات، كالسيوم، الكلام ده كله. اللهم صل على محمد. المشكله اللي حصلت بعد غلاء العلف ان احنا من زمان كنا بالنادي بنقول يا جماعه عايزين نصنع علف متكامل بتكلفه قليله، وعايزين نجيب نعام منتج ينتج انتاج صح عندنا. اللي حصل الفتره اللي فاتت الناس كتير جدا دخلت في سوق النعام، فدخلت غلط جدا ودخلوا كميه نعام كبيره جدا، بقى اي حد معاه قرشين يشتري اسره، فده زود سعر النعام في مصر. فاصبح كل اللي عنده 3 نعامات تسمين يقول لك بدل ما ابيعهم بالكيلو دلوقتي استنى عليهم 4 5 6 شهور، ابيعهم عمرهم 12 13 شهر 15 شهر، يكون لون ريشهم مغير شويه، وابيعهم اسره بشاير. يعني هم ثمنهم بالكيلو كيلو 80 جنيه في ماكسيموم 100 كيلو الحته، لو هم نتاتين وذكر يعني. وطبعا ما بيوصلوش الارقام ديت للاناث، بس خلينا نقول ان هم في 10 شهور يوصلوا 100 كيلو، يعني حقق اعلى معدلات تحويل. الحاجات توصل 100 كيلو يعني 300 كيلو في 80 جنيه، يعني تقريبا 24000 جنيه. الثلاث حتت بيقول لك لا، انا قعدهم 3 4 5 شهور كمان هياكلوا معايا مثلا ب 5 6000 جنيه على السعر القديم، سعر العلف القديم هياكلوا معايا ب 4 5000 جنيه، وابيعهم بدل ما ابيعهم ب 29000 لو 24 ثمنهم زائد ال 5000 اللي كانوا بيهم الفتره ديت، ابيع اسره البشاير ب 45000 جنيه. ده كان اقل سعر الاسره البشاير في السوق. وطبعا بسبب الاقبال اللي حصل على مشروع النعام، والناس اللي جايه من بره مصر معاها فلوس عايزه تخش في اي مشروع بسرعه قبل ما قيمه الفلوس دي تقل، راحوا دخلوا بفلوس ديت في النعام. فالاقبال دوت على سعر الاسر جامد جدا، وبقى الناس طبعا بتسمع الارباح ان الاسره بتكسب 100000 و150000 و200000، وكانت فعلا بتكسب الارقام ديت. فهجمت عليه. وطبعا كانوا بيقعوا ضحيه ناس يا اما شغاله غلط، يا اما يعني هنفترض حسن نيتهم يعني ان هم شغالين غلط بس مش وحشين ولا حاجه، يا اما نصابين، يا اما شغالين غلط ونصابين الاثنين مع بعض. ونادرا ما تقع، لان دايما المصريين عندهم مشكله ان هم ما بيديش حق الاستشاري. يعني تيجي تقول لك مثلا في مهندس جاي الاستشاره في المصنع، هياخد رقم مثلا 50000 او 100000 الاستشاره ديت في 5 دقائق في 10 دقائق، هيديني استشاره من وجهه نظر صاحب المصنع، من وجهه نظر الصناعيه ان هي استشاره عبيطه جدا او سهله جدا. وتلاقي الصناعي يقول لصاحب المصنع انا هعملها لك يا عم، ده انا لو خسرتك مش هخسرك ال 50000. طبعا المبدا يبقى غلط. هو انت بتشتري معلومه بالرقم ده عشان تفادي خطا سعره اكتر من 50000 دولار. فالناس لما تخش مشروع النعام تقول لك لا، انا اجيب لي حد استشاري يساعدني في المشروع او ياسسه معايا، انا ابدا من دماغي ويوم ما اخسر يعني هخسر اللي هدفعه للاستشاري، يبقى انا اتعلمت ببلاش. طبعا حصل عكس كده، اللي حصل ان المشروع خسر مع الناس كلها، وناس اصلا يعني بادئه مع استشاريين ورغم ذلك خسرت برضه، خسر بسبب صعود العلف الغريب ده. لكن المشكله الرئيسيه هي اختيار الاسر بشكل خاطئ. ازاي؟ النهارده انا اشتري اسره بفلوس،
فالاسره ديت المفروض متوقع انتاجها تطلع لي مينيموم 80 كتكوت سنويا، لان قلنا زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده بتاعت دراسه جدوى الاسره ان المفروض النعمه الواحده بتطلع 70 بيضه 60 70 بيضه في السنه مينيموم. الاسره فيها نعمتين يعني 140 بيضه تقريبا في السنه. نسبه التخصيب تبقى 80%، يعني قلنا ال 140 بيضه دولت هيفقس منهم حوالي 90 بيضه، او عفوا قلنا 100 بيضه تقريبا هيفقسوا من ال 140 بيضه اللي هم 80%، و80% من اللي هيفقسوا دولت عفوا 80% يكونوا مخصبين، و80% من المخصبين هيفقسوا. قلنا في الاخر تقريبا النسبه كانت 90 كتكوت او 80 كتكوت حاجه زي كده. في ال80 كتكوت دولت سعر ساعتها كان الكتكوت في افريج 2000 جنيه عمر اسبوع، فكان 80 في افريج 2000 جنيه يعني 160 الف جنيه انتاج سنوي. اللي حاصل طبعا الاسره كانت بتاكل ساعتها بكام؟ بتاكل ب 20 30 الف في السنه كلها، يعني عمرها تتخطى الرقم ده بمصاريفها بكل حاجه. فدلوقتي اللي حاصل ان العلف زاد، والكتكوت سعره رخص. الكتكوت اللي كان ب 2000 و2200 و2000 ونص رجع بقى ب 1000 ونص، ب 1200، ومش لاقي اللي يشتريه بسبب ان الانتاج كتير جدا وضعيف جدا. الناس بدات غلط او عندها اسر ضعيفه فانتاجها بالتالي ضعيف. والمشكله بقى مش انتاج ضعيف كعدد بس، انتاج ضعيف كقوام وقوه عشان الجيناتكس بتاعته ضعيفه والعدد نفسه ضعيف. فبدل ما كان المفروض ان انت تنتج 80 كتكوت بقيت تنتج 20 كتكوت وما بتنتجهمش كمان. الناس ما بتنتجش حتى ال 20 كتكوت بسبب ان انا بدات غلط، استرخصت، جبت اسر رخيصه وجبت حاجات ما قلت بدل ما اجيب استشاري او اجيب حد ياسس لي المشروع، لا انا هشتغل من دماغي وزي ما تيجي بقى وانا اتعلم مع نفسي. طبعا الناس اللي بدات المشروع عملته وخسرت هتفهم كلامي كويس جدا. انا مش بلوم عليهم، يعني اللي حصل خلاص قدر الله ما شاء فعل، ربنا يعوض عليهم ان شاء الله. ولكن الحل ايه؟ الحل عشان افادي نفسي من الخساره ديت ان انا ابدا من جديد على ابيض او على نضيف زي ما بيقولوا. ازاي؟ ادرس الوضع من جديد على وضع السوق حاليا، وافترض الاسوأ دايما. انا دايما لما باجي اعمل مشروع بفترض الاسوأ فيه لسبب، عشان لما يجي لي الاحسن اكون فرحان بيه، لما يجي لي الاسوأ اللي انا متوقعه ابقى اعمل حسابي عليه. الاسره النهارده اللي كانت ب 100000 على فكره بقت ب 60000 و70000 عشان بس، او 80000، يعني كانت ب 100000 نزلت 20000 من ثمنها، وتاخدها بالضمان اسره منتجه. انا مش ببيع حاجه عشان بس الناس تبقى فاهمه. انا يعني لما حد بيبدا معايا مشروع انا بدله على دراسه الجدوى، عايز يشتري اقول له عندك فلان وعلان وعلان، طب جيب لي انت، اقول له حاضر اجيب لك من فلان او من علان، وهكذا يعني. الحل دلوقتي ان انا اشتري اسر منتجه بالضمان وانتاجها قوي وواضح ومعروف ليه تاريخ. ولما اجي اشتغل اي حاجه من الاثنين، يا اما اشتري علف من حد ثقه مضمون زي مثلا مهندس عصام كامل، زي احمد حرب في مزرعه المربط في نزله السمان، وفي غيرهم طبعا، بس دولت اكتر اسمين قريبين ليا. انا ساكن في 6 اكتوبر، وفي نفس الوقت صراحه علفهم نظيف وانا اشهد على خاماتهم يعني اللي بيحطوها. يا اما الحل التاني ان انا اصنع، وده بيكون صعب شويه. طبعا انا لو عندي كميه قليله فتكلفه التصنيع اصلا تبقى اعلى من السعر بتاع الشراء، فساعتها يبقى الشراء احسن لي. بس انا لو عندي عدد كبير ممكن اتواصل مع حد من الناس دي اللي بتصنع زي مهندس عصام او احمد حرب او غيرهم، يعني لو حد ليه حد تاني قريب منه بيصنع بجوده كويسه، زي مثلا ناحيه بحري يعني اسكندريه ودمياط والحتت ديت، في ابو عمر الخياط هناك، يشتري منه بريمكسات على قد استهلاكه، فيتامينات على قد استهلاكه، املاح معدنيه على قد استهلاكه، وهكذا يعني. ده ان الشخص ده قابل لبيعه. ممكن حد يقول لك لا مثلا انا بصنع خلطه خاصه بيا في مصنع البريمكسات او كده، فايه بعد اذنك انا مش متاح للبيع عندي يعني. كل شخص حر طبعا، ولكن هو يعني اتوقع ان هم يبيعوا، مفيش مانع ان هم يبيعوا يعني. او تحديدا مهندس عصام واحمد حرب وابو عمر الخياط بصراحه ما اتناقشتش معاه في حاجه زي كده، ولكن ما اعتقدش ان عنده مانع في حاجه زي كده يعني. اصنع علف لو انا عندي عدد كبير، او اشتري لو انا عندي عدد قليل. اشتري غالي مش مشكله، العلف اغلى 2 3 5 جنيه من السوق، بس في المقابل هاخد انتاج حقيقي. يعني هاخد انتاج حقيقي، يعني انا ممكن اجيب كتكوت نعام بعيد عن سعر العلف، واكله علف من سين من الناس اللي هو رخيص، والعلف دوت اكل 400 كيلو بتوعي في الدوره ال10 شهور، وفاجئ في اخر الدوره ان النعامه ما وصلتش غير 70 كيلو، وكانت 400 كيلو بتوعها ال 400 كيلو اتاكلوا خلاص، ولكن وصلت 70 كيلو، في منهم 15 كيلو دهون. ده سين من الناس العلف بتاعه رديء مثلا او جودته قليله، بيحط فيه بدايل فيها نسبه دهون عاليه، او الخلطه مش متزنه عشان يرخص ويقلل تكلفه الخلطه، او ممكن حتى ميبقاش فيه الدهون اصلا. الدهون دلوقتي بقت غاليه، حتى الذره بقت غاليه دلوقتي، وصلت زي ما سمعت، زي ما قلت لكم في اول فيديو، سمعت انها وصلت 17 جنيه كمان.
على الطرف الاخر اكلت بنسين من الناس، حد بيتقي الله وبيصنع علف جوده كويسه وبيحط خامه محترمه اغلى من السين الاولاني ب 4 5 جنيه او ب 20% من التكلفه او 30% من التكلفه. ولكن لقيت نفسي حققت تارجت اخر الدوره. يبقى انا دلوقتي لما اجي اربي الحاجه واصرف عليها اكتر شويه ب 20 30% من السوق، ولكن في الاخر الاقي مقابل، يبقى انا ما عنديش مشكله ان انا صرفت في احد البنود، مش في كل البنود، في احد البنود 20 30%، وهينقص ربحي بنسبه 15 ل 10%، مش هينزله 30%، لانه ده بند من البنود. انا لسه عندي بند العامل، بند المكان، بند الكتكوت ذات نفسه، كل دي بنود انا بره عن العلف. فلما اجي الاقيه كلم الربح قد ايه او قلل الربح الافتراضي قد ايه، طبعا هو ما قللش ولا حاجه، هو ده العلف البيزك، لان انت بتشتري خامه بسعرها في السوق. بس بفرض ان الاثنين واحد يبيع اغلى من سعر السوق، واحد يبيع ارخص من سعر السوق، بس يبيع اغلى دوت يبيع خامه كويسه، واللي يبيع ارخص ده يبيع مش بيحط خامه اصلا. فانا في المقابل هاخد انتاج منتظم للمزرعه بتاعتي، انتاج فيه قوه فعلا، وفي عفوا معامل تحويل. يعني العلف اللي بياكله بنلاقي منه في معدل، يعني الوقت اللي المفروض يطلع فيه الكتكوت طلع فيه. لما اجي اربي الاسره اتاكد ان انتاجها قوي. يعني ايه قوي؟ يعني انا بتطلع لي على الاقل 80 كتكوت سنويا على الاقل، علشان بسعر النهارده، لو انا ما حسبتهاش، ولكن خلينا نحسبها مع بعض دلوقتي. لو سعر الكيلو 15 جنيه اللي هو العلف البياض، تقريبا ممكن يكون ازيد من كده او اقل، مش عارف بصراحه، كان اخر سعر سمعته 15 جنيه سعر العلف البياض، عشان يبقى فيه البروتين. هو غالي عشان يبقى يحقق نسبه البروتين والكالسيوم والطاقه اللي الاناث محتاجاها، طبعا غير العناصر التانيه يعني اللي بتتحط. لو 15 جنيه الاسره بتاكل 6 كيلو في اليوم، 6 كيلو في اليوم في السنة فيها 365 يوم، يعني 1800 كيلو، و65 يوم ب 300 وحاجة كيلو، يعني هنقول مثلا 2 طن 2 طن ونص في السنة تقريبا. خلينا في 2 طن ونص في السنة بالهوالك بتاعتنا. العصافير هتاكل شوية، هيقع شوية على الأرض، هيبوظ شوية، يبقى الأسرة كانت 2 طن ونص في السنة ماكسيموم. الكيلو 15 جنيه، يبقى الطن 15000، يبقى الاتنين طن ب30000، يبقى الاتنين طن ونص ب37000 ونص، قول 40000 جنيه يعني بزياده، بنقل العلف بالكلام ده كله. انا عمال احسب كله بزياده. لما انا اروح اشتري العلف بتاعي ب 40000 جنيه اللي هو اقصى تكلفه وصل لها العلف من ساعه ما المشروع النعم دخل مصر، واجي ابيع الانتاج بتاعي، لو انا بنتج 80 كتكوت انتاج منتظم وسليم، طبعا اكل علف نظيف من السين من الناس النظيف، بنتج 80 كتكوت، اللي هو الاسره المواصفات بتاعتها كويسه والتخصيب كويس والامهات كويسه، فبيجي لي الانتاج اللي انا عايزه ومستنيه، علشان الامهات الخامه نفسها بتاعت الامهات كويسه، والعلف اللي باكله لهم كويس. يعني مثلا زي العربيه تحط لها بنزين 80 تكحكح وتكركر منك، تحط لها بنزين 92 تبقى ماشيه زي الفل معاك، رغم ان دي هي نفس العربيه، بس البنزين اللي بتحطه نفس الكلام. ما ينفعش اجيب عربيه 28 عربيه قديمه مكحكحه واحط لها بنزين 95 واستنى ان هي تطير مني. فنفس الكلام بالنسبه للاسره، هجيب اسره حاجه نظيفه كده، علف نظيف، هيديني انتاج كويس. 80 كتكوت دولت لو في ادنى مستويات الكتكوت اللي وصل لها في مصر اللي هو 1000 جنيه سعر الكتكوت، يبقى انا دخل لي كام؟ دخل لي 80000 جنيه. طبعا الارقام ديت قابله للتغير حسب الظروف، لان ممكن النعام يجي لي موسم مطر قوي جدا يوقف النعام بيض، ممكن يجي لي موسم حر جدا يوقف النعام بيض، ممكن يحصل مشكله عندي في النعام، نعمه تكسر نفسها، نعمه تنط من عصفور، الكلام ده كله يخرب الدنيا عندي في المزرعه. ولكن انا بتكلم على الطبيعي او المتوسطات. يبقى انا النهارده في عز خسارتي كسبت 100% من اللي صرفته على الاسره في السنه. صرفت 40000 جالي 80000، كسبت 40000 جنيه. يبقى ال 40000 دولت الحد الادنى للارباح مع الحد الاقصى للانفاق. طيب انا دلوقتي عندي مشكله، والاسره اللي عندي ما بتنتجش انتاج منتظم، ارميها ببلاش، ارميها ليه؟ انا النهارده في ناس بتطلع 20 كتكوت 30 كتكوت 40 50 كتكوت، اللي بيطلع 50 كتكوت دوت لو حصل عنده دروب بسيط جدا هو بيكسب 10000 في السنه، يعني اقل من 1000 جنيه في الشهر، حوالي 800 جنيه في الشهر، اللي هم مش اجره العامل بالمناسبه حتى. يعني محتاج يجيب 10 اسر عشان يدفع اجره العامل وياخد لنفسه يا دوب مكسب بسيط. فاول حاجه لو حصل له دروب بسيط هيبقى بيصرف على الاسره، ما بياخدش منها انتاج. لو الانتاج بتاعه خستع في فتره هيتوقف حاله. لو بتنتج اقل من ال 50 كتكوت دولت يبقى بتنتج قد ما بيصرف، وده برضه معرض للخساره جدا. في ناس بقى بتنتج اقل ما بتصرف اصلا، تمام. فهي دي المشكله الرئيسيه اللي احنا واقعين فيها دلوقتي في السوق، ان الناس عندها اسر بتنتج اقل ما بتصرف، في حاجه اسمها نقطه التعادل. طب ايه المطلوب نعمله في السوق دلوقتي عشان السوق ينتعش وينهض من جديد؟